طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال الكلام موصولا في شرح كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، وقاعدتنا اليوم كما قال المادة 12، الأصل في الكلام الحقيقة. قال الأصل في الكلام الحقيقة، فالمعنى المجازي يكون خلاف الأصل، والمقصود هنا بالأصل الراجح. إذا تصورنا أن متكلما تكلم بكلام يمكن حمله على الحقيقة ويمكن حمله على المجاز، فهنا إذا تعارضت الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة لأن الأصل الحقيقة، ولذا قال الأصل في الكلام الحقيقة، فالمعنى المجازي يكون خلاف الأصل. هذا هو الأصل الأساس عند المخاطبات بين المكلفين. الأصل أن الكلام يحمل على حقيقته ولا يحمل على المعاني المجازية، لأن المجاز بدل والحقيقة هي الأصل، فيقدم الأصل على البدل. قال والمقصود هنا بالأصل الراجح، كأن معنى الكلام أنك تقول الراجح في الكلام الحقيقة، أي بمعنى أن هناك زيادة نسبة على نسبة أخرى حين التكلم من المتكلم، فحمل الكلام على الحقيقة نسبة راجحة على حملها على المعنى المجازي. قال المعنى هنا يريد أن يعرفك على مصطلح المعنى. ما هو المعنى؟ لأنه سبق وقال الأصل في الكلام الحقيقة، فالمعنى المجازي يكون خلاف الأصل. فما هو المعنى والحال هذه؟ لابد أن تفهم هذه المصطلحات عند أهلها. يقول المعنى هو الشيء المقصود من الكلام. ما قصدك من الكلام؟ هل قصدك أن تسب، أن تمدح، أن تفهم مخاطبك، أن تبلغه رسالة، أن تنذره بوعيد، أن تهدده، أن تخبره بوقوع أمر؟ هذا هو بعض المعاني التي تراد من الكلام. فالكلام لابد أن يحصل منه شيء يفهم، ولذا قال المعنى هو الشيء المقصود من الكلام. ماذا تقصد من كلامك؟
وبناء على قصدك هذا تترتب عليه الأحكام، وينبني عليه بناء عقود أو وصايا أو نحو هذا من التصرفات. قال: وطرق أداء المقصود بالكلام عند أهل البلاغة ثلاثة أقسام. طرق أداء المقصود بالكلام عند أهل البلاغة ثلاثة أقسام. طرق الأداء، كيف يؤدى الكلام أو المقصود بالكلام، كيف يؤدى؟ له طريق في الأداء، كما أنك إذا كلفت بأمر من الشارع هناك طريقة لك في الأداء رسمها لك الشارع. فطريقة أداء الصلاة حتى تبرأ ذمتك أن تستر العورة وتستقبل القبلة ويدخل الوقت، ثم تكبر تكبيرة الإحرام مستقبلا القبلة، ثم تقرأ شيئا من القرآن. هذا طريق أداء لما كلفت به. كذلك طرق أداء المقصود بالكلام، ما قصدك بالكلام عند أهل البلاغة ثلاثة أقسام. أولا كما قال الحقيقة، والثاني المجاز، والثالث الكناية. إذن طرق أداء الكلام عند طرق أداء المقصود بالكلام عند أهل البلاغة ثلاثة أقسام: إما أن تؤديه بطريق الحقيقة، وإما أن تؤديه بطريق المجاز، وإما أن تؤديه بطريق الكناية. فلك أن تقول رأيت رجلا، والمقصود أنك رأيت حقيقة الرجل. ولك أن تقول رأيت أسدا، وأنت تقصد شخصا بعينه، وهنا أنت لا تقصد حقيقة الأسد، وإنما تقصد معنى مجازيا مع توافر ما يجب أن يتوافر من قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ونحو هذا. أو كناية، كما مثلا أنت تعلم أن هناك طلاق صريح وطلاق كناية. الحقي بأهلك، أنت بتة. فهذا طريق من طرق أداء الكلام. قال: وأما عند أهل أصول الفقه فطرق أداء المقصود قسمان: حقيقة ومجاز. إذن لكل فن أن يكون له من المصطلحات التي تخصه. فعند أهل أصول الفقه طرق أداء المقصود من الكلام قسمان لا ثالث لهما: حقيقة ومجاز. وأما الكناية من حيث استعمالها عندهم كما قال: والكناية عندهم تارة تكون حقيقة، وأخرى تكون مجازا. قال: فمخاطبة الشخص بالقول له أبو إبراهيم كناية، أبو أحمد، أبو محمد، أبو قحافة، وغير ذلك من أنواع الكنايات، إلا أنه مع ذلك لفظ حقيقي. فهو في الحقيقة أبو قحافة، وهو في الحقيقة أبو أحمد، وهو في الحقيقة أبو إبراهيم، وأبو حذيفة، وأبو معاذ، وأبو أنس، وأبو حفصة، ونحو هذا. ولذلك قال: ولكنه مع ذلك لفظ حقيقي وليس مجازا.
لأن في الحقيقة له بنت تسمى حفصة، له ولد يسمى أنس، له ولد يسمى نعيم ونحو هذا. قال: والقول للضرير أبو العيناء كناية جاءت عن مجاز. أنت لا تقصد الحقيقة، لأن الأصل أن الأعمى لا يبصر بعينيه، فحين تقول له أبو العيناء فالكلام هنا جاء مجاز وليس حقيقة. ثم بدأ يعرف ما هي الحقيقة وما هو المجاز، بعد أن بين لنا طرق أداء المقصود بالكلام عند أهل البلاغة وطرق أداء المقصود بالكلام عند أهل أصول الفقه. بدأ يبين مصطلح الحقيقة ومصطلح المجاز. قال: الحقيقة هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضعه الواضع. العرب وضعت مسميات لمعان أو لأشخاص ونحو هذا، فاستعمال اللفظ في المعنى الذي وضعه الواضع أي واضع اللغة هذا حقيقة وليس مجاز. ولذلك قال: كقولك أسد للوحش المعروف وفرس للدابة المعلومة ونحو هذا من المسميات الموجودة في كتب اللغة ويستعملها الناس فيما بينهم. فما دمت تستعمل اللفظ في المعنى الذي وضعه الواضع أي واضع أهل اللغة، إذن هذا استعمال حقيقي وليس مجازي. قال: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. حين تقول فلان بحر، فلان أسد ونحو هذا، فإنك قد استعملت اللفظ والحال هذه في غير ما وضع له عند أهل اللغة. قال: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن بشرط، ليس مطلقا وإنما بشرط. قال: بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة ومناسبة، لابد أن يكون بينهما ترابط بحيث يدرك العقل أنك لا تريد المعنى الحقيقي وإنما تريد المعنى المجازي. بشرط أن يكون المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة ومناسبة، أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة ومناسبة. قال: فكما أن العلاقة التي هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعمل فيه ذلك اللفظ مجازا هي من مقتضيات المجاز. إذن يقول: العلاقة التي هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المستعمل فيه ذلك اللفظ مجازا هي من مقتضيات المجاز، أسباب للمجاز، ما يدل عليه المجاز. قال: فالقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي شرط في صحة المجاز. فإذا كان هناك مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذه المناسبة من مقتضيات المجاز، إذن يشترط بعد هذه العلاقة والمناسبة يشترط أن يكون هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي حتى يصح المجاز. فأنت إذا قلت رأيت أسدا، أو قلت وأشرت إلى رجل رأيت أرنبا،
أنت لا تقصد أنه أسد حقيقة، لأن تكوينه كإنسان يمنع من إرادة المعنى المجازي، ويمنع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. وكذلك حين قلت رأيت أرنبا، فليس المقصود حقيقة الحيوان، ولكن المقصود الشجاعة التي يتحلى بها الأسد، والإقدام الذي يتحلى به الأسد. وليس المقصود حين قولك رأيت أرنبا حقيقة هذا الحيوان المخلوق، ولكن المقصود أنه يفر، أنه جبان عند رؤية أحد، فليس له قلب شجاع كالأسد، ولكنه يفر ويهرب ويختبئ ونحو هذا. ثم بدأ يضرب لنا أمثلة على ذلك، حتى يعني كما يقال وبالمثال يتضح الأمر، وبالمثال يتضح الأمر. قال مثلا: لو قال شخص رأيت أسدا في الحمام يغتسل، أي يغتسل في هذا الحمام، رأيت أسدا لو قال شخص رأيت أسدا في الحمام يغتسل، قال يفهم منه أنه رأى رجلا شجاعا في الحمام يغتسل. ومقصوده بالحمام الحمامات العامة التي ينبغي أن يستر فيها عورته، كحمامات البخار ونحو هذا. فهو يقول رأيت أسدا في الحمام، فليس المقصود أنه رأى حقيقة الأسد، ولكنه كما قال يفهم منه أنه رأى رجلا شجاعا في الحمام يغتسل، لا أنه رأى الأسد الحقيقي وهو الوحش المعروف، لأن الحمام قرينة مانعة من وجود الأسد الحقيقي فيه يغتسل. الأسد قد ينزل الماء لبغية عنده، لأمر يريده، كاصطياد حيوان بالبحر ونحو هذا، كالتمساح ونحو هذا، ولكن حقيقة أنه يغتسل بمعنى أنه يقوم بدلك أعضائه ونحو هذا، واستعمال الصابون ونحو هذا، هذا غير متصور من الأسد، لأن الأسد غير مخاطب في أن ينظف جسمه، إذ لا خطاب في الشرع لهذه البهائم. ومن هنا هو يقول لا أنه رأى الأسد الحقيقي وهو الوحش المعروف، لأن الحمام قرينة مانعة من وجود الأسد الحقيقي فيه يغتسل. لا، لكن كما ترى هو يقول وبين الأسد والرجل الشجاع علاقة ومناسبة، كما قلنا بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة ومناسبة. هذا هو الشرط الأول كما قلنا. فهنا بين الأسد والرجل الشجاع علاقة ومناسبة، وهي الجرأة والشجاعة. فالجرأة والشجاعة تتوفر في الأسد وتتوفر في الرجل الشجاع، فهنا علاقة ومناسبة. قال والحاصل أن المعنى الحقيقي هو الراجح، فمتى أمكن حمل اللفظ عليه لا يعدل عنه إلى المعنى المجازي، لأن المعنى الحقيقي أصل والمجازي بدل، والبدل لا يعارض الأصل، كما في الوضوء والتيمم. ما دام الماء موجودا وهناك قدرة للمكلف على استعمال الماء، فلا يجتمع التيمم والوضوء إذا وجد الأصل
الذي هو الوضوء واستعمال الماء لا يصار إلى البدن، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. ثم بعد أن بين هذه المصطلحات وضرب الأمثلة عليها، ذكر لنا أمثلة فقهية تطبيق لما قاله على فروع فقهية، فقال: مثال ذلك، أي مثال ذلك من فروع الفقه: إذا وقف شخص ماله قائلا: إني وقفت مالي على أولادي، إني وقفت مالي على أولادي. لابد أن ندرك أن ما يتكلم به المكلف هو محل بناء الحكم عليه. قال: وكان له أولاد وأولاد أولاد، ما يسمى بالأحفاد. يعني حقيقة حين وقف ماله كان له أولاد وأولاده لهم أولاد. قال: فينصرف قوله على أولاده لصلبه. الولد الصلبي هو المقصود هنا بالكلام، وليس الأحفاد، وليس أولاد الأولاد ولا أولاد البنات. فينصرف قوله على أولاده لصلبه، ولا تستفيد أولاد أولاده من غلة الوقف، من ثمار الوقف، من حبوب الوقف، من نتاج الوقف، لا يستفيدون. قال: فلو انقرض أولاده لصلبه فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده، بل تصرف إلى الفقراء، إلا إذا كان يوجد للواقف أولاد حين الوقف. إذا كان يوجد للواقف أولاد حين الوقف، بل كان له أحفاد، فبطريق المجاز يعد المال موقوفا على أحفاده. إذا تصورنا أنه ليس له أولاد حين وقف لصلبه وله أولاد، هنا يقول: بل كان له أحفاد، فبطريق المجاز يعد المال موقوفا على أحفاده، كبدل عن الحقيقة، لأن الحقيقة عدمت فيصار إلى المجاز. قال: أما إذا ولد للواقف مولود بعد إنشاء الوقف، بعد أن تكلم أنجب ولدا صلبيا آخر، بعد أن قال كما قلنا: إني وقفت مالي على أولادي، حين الكلام كان له أولاد 3، وبعد الكلام أنجبت له زوجته ولدا آخر فصار الأولاد 4. فماذا يكون الحكم في الولد الناشئ بعد الفراغ من قوله؟ هو يقول: أما إذا ولد للواقف مولود بعد إنشاء الوقف فيرجع الوقف إلى ولده لصلبه، لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة، ولفظ الولد حقيقة في الولد الصلبي ذكرا كان أو أنثى. ولأن لفظة الولد حقيقة في الولد الصلبي، فعند عدم وجود أولاد للواقف لصلبه مثلا يصرف الوقف إلى الأحفاد الذين تستعمل فيهم كلمة الأولاد مجازا. إذا كان له أولاد وأولاد أبناء، فالأولاد هم المعنيون بما قاله: إني وقفت مالي على أولادي، أو إني وقفت مالي على أولادي. أما إذا لم يكن له أولاد فيصرف الوقف إلى هؤلاء الأحفاد
لكن بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة. ولذلك قال: فعند عدم وجود أولاد للواقف لصلبه مثلا يصرف الوقف إلى الأحفاد الذين تستعمل فيهم كلمة الأولاد مجازا. قال: لأنه لا يمكن استعمال معنى المجاز والحقيقة في لفظ واحد في وقت واحد معا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.